السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهاردة جايين نعمل مع بعض صينية مكرونة بشاميل، انما ايه لذيذة. بصوا يعني هنعملوها مع بعض بطريقة كده بسيطة جدا وما فيهاش اي تعقيدات، وهتخلي المكرونة زي ما انتوا شايفينها كده مش مكسرة ومش معجنة معايا، والمكرونة سليمة زي ما هي. يلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة هنا مع بعض هنعمل العصاج بيتكون من ايه؟ بيتكون من بصل وفلفل ولحمة مفرومة. هنا قطعت 3 بصلات كبار كده رفيع ومعاهم سمن، اشوحهم كده مع بعض لحد ما راح تدبل كده. اكون محضرة 3 حبايات فلفل مقطعاهم برضو صغير كده. عايزين تحطوا فلفل الوان تمام، مش عايزين براحتكم حسب الموجود عندكم. بقلب الفلفل كده مع بعض. الفلفل هنا مش هخليه يدبل ولا حاجة، عشان لسه هنا هيستوي تاني مع العصاج مع سوري اللحمة المفرومة. هنزل هي بنص كيلو لحمة مفرومة، عايزين تعملوها بربع كيلو تمام، مش هتقول لا عادي مش مشكلة. هقلبها هنا مع البصل والفلفل كويس خالص. انا مش هنزل باي توابل هنا عشان اللحمه ما تنزلش الميه بتاعتها. على الناحيه التانية اكون محضره حله فيها ميه، وانزل عليها ب3 معالق كبار زيت، نص معلقه ملح، وانزل بنص كيلو نص كيلو مكرونه قلم. اقلبها كده علشان الميه والزيت يدخلوا في المكرونه، ما يخليهاش تتشبك ولا تتعجن معايا. وراح اقلب بقى العصاج بتاعي كده قلبتين 3. هنزل هنا بالتوابل عشان نجرب خلاص يستوي. ملح وفلفل اسود وتوابل شاوي وبابريكا تمام. عايزه تحط توابل تاني كباب صيني حبهان براحتك. قلبهم كويس خالص. هنا خلاص جرب يستوي. هحضر 3 حبايات طماطم مبشورين مش معمولين في الخلاط، مبشورين عشان ما تخليش العصاج هنا ميه معايا. بصي هنا لا تذكر كمية الطماطم، لا تذكر مش ملحوظة حتى، بس انا بحب احطها هنا عشان تطعمها معايا. الطماطم هنا مش لازم، عايزة تحطي وتحطيش براحتك. هنقلب هنا المكرونة كده كل مدى والتاني عشان ما تعجنش معايا. هنا لسه المكرونة مستوتش. هنسوي المكرونة هنا نص سوا عشان لسه هتاخد سوا في الصينية. على الناحية التانية هنا نكون محضرة 3 معالق سمنة كبيرة، عليهم 3 معالق دقيق. كمية الدقيق قد كمية السمنة. هشوحها كده مع بعض حتى لما الدقيق كده يطلع ريحة كده وخلاص استوى، واقلبهم كده مع بعض. هنزل باللبن. هنا نزلت لبن ومية تمام، يعني نزلت لبن ومية. هقلبهم كده كويس عشان ما يتكلكعش معاكي. احلى حاجة انك تستخدم المضرب. نزلت عليهم ملح وفلفل اسود. تستخدم المضرب عشان ما تكلكعش معاكي. ننزل هنا جايبه هنا الصينيه، حطيت فيها سمنه كده بدهنها سوري. هنزل بطبقه كده من البشاميل ده تخين، لا هنا لسه انا حطيت طبقه من تحت بس عشان لسه هيطرى معايا لما احط البيض تمام. هي طبقه كده رفيعه خالص. هنزل بنص كميه المكرونه على فكره هنا ملحوظه ان انا بعد ما سلقتها مش غسلتها، شطفتها كده شويه، فتحت الحنفيه كده على المصفايه علشان ما تشبكش معايا، تفضل كده مفرطه كده حلوه. نزلت بكميه المكرونه. هنزل بكميه كلها بتاعه العصاج، يبقى نزلت نص كميه المكرونه العصاج كله. هنزل بنص الكميه التاني بتاع المكرونه. نزلت بكمية المكرونة التاني. تمام كده.
هكون محضر انا بيضتين وعليهم رشة فلفل اسود عشان تضيع زفرة البيض. البيض ده هستخدمه فيه، هنزله على كمية البشاميل اللي متبقية اللي عندي. الطريقة دي هتخلي البشاميل بتاعك كده منفوخ وجميل كده وطعمه لذيذ خالص. اقلبه كويس خالص هفرد كل البشاميل ده كده بالتساوي على وش صينية المكرونة اللي جهزناها مع بعض اهو، زي ما انتوا شايفين نازلة بكل الكمية بس بالتساوي كده علشان كل المكرونة هنا تتشرب معايا بالبشاميل. تمام. بصوا الطريقة دي حلوة خالص، يعني بسيطة واي حد يقدر يعملها وفي متناول الجميع. عايزة تعملوا صينية للعزايم اعمليها دي والله تطلع خرافة، تحفة تحفة تحفة، احلى من مليون مطعم ممكن تشوفيه، وحاجة كده بيتي. تمام كده، ده هنا بساوي كل المكرونة اللي عندي، بسوي البشاميل على المكرونة. اسخن الفرن بتاعي نار عالية فوق وتحت. تمام. وبطلعها بالمنظر ده، بصوا منفوخة وحلوة خالص وطرية، كل المكرونة بتاعتي شربت من البشاميل، طرية خالص. وكل المكونات شاربة مع بعض، وتركات الطماطم دي في العصاج بصي روعة، يعني جربيها في مرة. بس هنا هقطعها، بس لو كل ما تسيبيها تبرد بتتقطع مكعبات اكتر. انا هنا لسه معايا سخنة. تمام. كل بتسيبيها تبرد بتتقطع مكعبات اكتر. بصي المكرونة قاعدة كيف صحيحة وما اتكسرتش معاكي وما تعجنتش وحلوة خالص. والحمار بتاع المكرونة دي جاي منين؟ من الطماطم اللي حطيناها في العصاج. تمام كده. يلا خلص الفيديو بتاعنا، الى اللقاء، باي باي.